أصبح الدولي المغربي نايف أكرد مدافع نادي ريال سوسيداد الإسباني حديث الساعة في إسبانيا بفضل تألقه ونجاحه في منح الاستقرار إلى دفاع فريقه الإسباني منذ قدومه الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي ويست هام الإنجليزي. واستطاع الدولي المغربي في ظرف وجيز التأقلم سريعا مع أجواء المنافسة في الليكا بعد أن خاض تجربة ناجحة في الدوري الفرنسي مباشرة بعد مغادرته البطولة المغربية الاحترافية سرعان ما أثار انتباه مسؤولي ويست هام، إلا أن التغييرات التي طرأت على طاقمه التقني عجلت بمغادرته نادي المطارق صوب الدوري الإسباني. وشكل تألق الدولي أكرد في آخر مباراة للريال سوسيداد جمعته بنادي برشلونة حديث الإعلام الرياضي الإسباني الذي كشف عن مناورة الإسباني إيمانويل الغوسيل مدرب نادي ريال سوسيداد الإسباني عندما أوهم الجميع بتعرض مدافعه المغربي لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي جمعت فريقه بفيكتوريا بلزنت التشيكي في إطار الدوري الأوروبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حالته الصحية لا تبدو جيدة وأنه سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب المحتملة، وأن تواجد المغربي أكرد في المباراة ضد برشلونة غير مؤكد. وفاجأ المدرب الإسباني الغوسيل الجميع ساعات قليلة قبل مباراة البارسا بضم المدافع أكرد ضمن اللائحة الأساسية للمباراة، حيث شكل جدارا منيعا أمام الهجوم الكتالوني، وبلغت نسبة تدخلاته الصحيحة نسبة 100% و87% كنسبة تمريرات صحيحة 62% تمريرات طويلة مكتملة، كما لم يرتكب أي خطأ وشتت 6 كرات، فضلا عن حصوله على تقييم 7.8 بعد أن نجح في امتصاص خطورة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي طوال دقائق المباراة، إذ منعه من التوصل بالكرات، مجسدا تعليمات الرقابة الجيدة. كما أثار المغربي الجدل بعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في واقعة أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية الإسبانية وخاصة الكاتالونية منها بسبب إلغاء هدف البولندي ليفاندوفسكي لصالح البارسا قبل أن يتم إلغاؤه بقرار من حكام الفار بداعي وجود حالة تسلل. وبادرت الصحف الكتالونية إلى التعليق على الهدف الملغى ووصفوا الواقعة بالفضيحة، هذا في الوقت الذي ارتبط فيه اسم المدافع المغربي بنادي ريال مدريد لتعويض الغيابات الاضطرارية التي يعاني منها النادي الملكي على غرار البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني داني كارفاخال. وتوقعت مجموعة من الصحف الإسبانية انضمام أكرد إلى مدريد كإجراء استراتيجي لحل مشاكله الدفاعية شهر يناير المقبل.